السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل البسلة إن شاء الله بنكهة مميزة موجودة عندنا كلنا في البيت، بس هتديها طعم مميز جدا. معايا حلة فيها بصلاية متقطعة قطع صغيرة في شوية زيت، نزلت عليها بالبسلة ونزلت بالجزر. نيجي بقى للتكتين. معايا كزبرة خضراء اللي هو ورق الكزبرة الخضراء ونص معلقة من الثوم. جربي كده التكتين دولت مع البسلة، هيدوكي طعم جميل جدا. التوم والكزبرة، في ناس بتحط توم وما بيحطوش الكزبرة، وفي ناس بتحط كزبرة ومش بتحط التوم. جربي تحطي التكتين دول مع بعض. في ناس ما بيحطوهمش خالص، بيعملوا البصلة بالبسلة بالجزر. جربي تحطي التكتين دول مع البسلة، هيدوكي طعم مميز جدا للبسلة. طعم بصراحة مش هتستغني عنه، وهتعمليه على طول بالشكل ده. طبعا حطيت عليهم نص كوباية من المية، وهسيب بقى البسلة على نار هادية تستوى مع الجزر. خلاص البسلة استوت كده، اللي هو بيقولوا بتلوح كده مع الجزر، تاخد سوا كده علشان ما تاخدش سوا كتير في الطماطم. بعد كده هنزل عليها ببطاطساية متوسطة متقطعة قطع صغيرة. ما حطيتش البطاطساية معاهم ليه؟ عشان البطاطساية طبعا هتستوى بسرعة جدا وهتتهرى. احنا عايزين البطاطساية تبقى صحيحة مستوية بس صحيحة، علشان كده حطيتها قبل ما احط الطماطم على طول. عصير الطماطم اديتها تشويحة كده بسيطة مع البصل والجزر والبسلة. بعد كده نزلت بقى بعصير الطماطم، وهننزل بالبهارات ملح وفلفل اسود وشوية من البابريكا وشوية صغيرين خالص من القرفة. هنقلبهم مع بعض ونسيبها بقى تتسبك كده مع الطماطم بتاعتها. احنا عاملينها يا جماعة بسلة صحية ما فيهاش زيوت كتير، وعاملينها ني في ني مش مسبكين لها، فهتطلع معاكي طعمها جميل جدا وصحية وخفيفة. وهتاكلي ان شاء الله احلى طبق بسلة باحلى نكهة. لو ما كنتيش جربتي الاضافتين دولت، جربيهم باذن الله يعجبوكي جدا. هيدوكي طعم مميز جدا للبسلة وخفيفة هتتاكل أكل. وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.